سلام الله عليكم خوتي المغاربه. دائما عندي شعار وسط الضحك كاينه القرايه. غادي نقول لكم بان المغرب يمتلك 3 جمهوريات في العالم: جمهوريه وسط امريكا، جمهوريه وسط اسبانيا، وجمهوريه وسط الجزائر. انا عرفت بان كنبالغ، ولكن هذا الشيء كتبينو احداث. مثلا وسط امريكا الموريش اللي كيامنوا بان جدهم الاكبر هو مغربي، ولو انهم تولدوا في امريكا وما كيعرفوا على المغرب حتى شي حاجه، ولكن عندهم يقين ان اول من اكتشف امريكا هو مغربي مصطفى الزموري، كما غادي ناكد لكم من خلال قناه الجزيره. ثانيا الجمهوريه الثانيه في اسبانيا، عندنا اكثر من 75 الف. اسبانيا الاصول ديالها مغربيه، حتى الكنيات ديالهم مازال مغربيه، مثل الخراز، مثل بونو، وغيرها وغيرها. واما داخل الجزائر يقال والله اعلم ان هناك مغاربه يسيرون جمهوريه داخل الجزائر، وهي جمهوريه تندوف، الجزائر الشماليه والجزائر الجنوبيه. بين قوسين انا كنتكلم في التاريخ، وعطى الله اللي يتكلم في المستقبل في الانترنت والتكنولوجيا والدرون، حيت كل واحد كيتكلم في التخصص ديالو، وانا ما نترمى على التخصص لا افهم فيه شيئا. انا برك عليا غير التاريخ والتراث، ومرحبا اللي كيتقبل الذوق ديالو هاد المواضيع. اذا نتابعوا. Estevanico was the first, but Estevanico was from North Africa, from Morocco, so the kind of traditional historians might not recognize in their writings that Estevanico was the first. The one that I would give that credit to أكيد هنا undeniably was كيقصدوا بستيبانيكو مصطفى الزموري أول مكتشف لأمريكا قبل كريستوف كولومب. لم تعد هذه المعلومة جديدة بل معلومة قديمة، حيث أن العالم يعرف بأن داخل الولايات المتحدة الأمريكية توجد طائفة ضخمة من الأشخاص الذين يؤمنون بأن أرض أمريكا هي في الأصل مغربية. هذه الطائفة هي طائفة الموريش، ومن أسسها هو نوبل درو علي. طربوش فاسي أحمر وعلم مغربي يحمله شخص أمريكي يقول عن نفسه أنه مغربي، ومعظمهم لا يعرف عن المغرب سوى اسمها. تؤمن طائفة الموريش بأن أول من اكتشف أرض أمريكا ليس هو كريستوف كولومب، بل هو المغربي مصطفى الزموري أو استيبانيكو. لكن إيزابيلا الكاثوليكية الإسبانية زورت التاريخ، وهو فعلا ما ذهب إليه هذا الباحث. مع ذلك فإنهم يتمسكون بتاريخ المملكة المغربية، يقولون أن أمريكا كانت أرضا تابعة للمغرب لأن أول من اكتشفها هو مغربي، وبذلك كانت أرض أمريكا تابعة للسلطان المغربي. أن أمريكا كانت أرضا تابعة للمغرب قبل أن يصلها كريستوفر كولومبوس، وأنهم هم من استوطنوها ونشروا فيها الإسلام، حتى جاء الأوروبيون بعد عقدهم صفقة مع سلطان المغرب باستئجار أراضيهم لمدة 50 عاما، لكنهم نقضوا العقد بعد انقضاء المدة ليحتلوا أراضيها كاملة. يوكي لكم الشعار ديالي وسط الضحك كاينه القرايه. حنا غير ضحكنا بديك الكلمه ديال انه المغرب عنده جمهوريه وسط الولايات المتحده الامريكيه، ولكن الحقيقه اللي بغينا نقوله هو ان المملكه المغربيه العريقه عندها تاريخ ممتد الى جميع البلدان. ننتقل الان الى اسبانيا. كتجي واحد الصحيفه اسبانيه وكتنشر اسماء ديال 74 عائله اسبانيه وصولها مغربيه. في الحقيقه ماشي انا اللي بحثت على هذه المعلومات، كاينه قناه المغرب اللي تاريخ المغرب اللي كيقدمها السينيزار، وكاينه قناه اخرى اللي هي معلومات مغربيه واندلسيه اللي كيسبقوا بالمعلومه ما كانوا يوجدوها الا في هذه القنوات، خاصه قناه السينيزار. نشوف هذه المعلومات. بتاريخ 18 أبريل 2024 نشرت صحيفة الإسبانيول الإسبانية مقالا للصحفية الإسبانية لورين موريس المهتمة بشؤون منطقة لقنت أليكانتي شرق إسبانيا، مقالا بعنوان إذا كنت تحمل هذه الأسماء العائلية المشتركة في لقنت أليكانتي فأنت تنحدر من المغرب مارويكوس. اللائحة الكاملة. وقبل ذكر هذه الأسماء كتبت الصحفية الإسبانية لورين: على الرغم من أن الأسماء العائلية الأكثر حضورا في لقنت تنحدر من أصول أخرى مثل بيريز، سانشيز، لوبيز، رودريغيز وغيرها، إلا أن هناك بعض الألقاب التي يعود أصلها مباشرة إلى المغرب. وأضافت على وجه التحديد الخراز، الكراز هو الاسم ذو الأصل المغربي الأكثر حضورا في لقنت أو الكانتي.
وأن 32 ألف شخص يحملون هذا الاسم في جميع أنحاء إسبانيا، خصوصا في لاقانت ومورسيا والبسيطة. وعلى المستوى الوطني تعد الألقاب ذات الأصل المغربي الكالا أو القلعة أو القلعي، والميدة والقصار. وختمت بالقول: في الختام، تشكل الأسماء العائلية ذات الأصل المغربي في إسبانيا عنصرا مهما في تاريخنا الجيني. يعني أن المور هم سكان إسبانيا، فقد تركت الهجرة المغربية علامة دائما في مجتمعنا وثقافتنا، وهذه الأسماء العائلية المغربية هي برهان واضح لهذا الإرث. من هنا أوضح وأؤكد أطروحتي الثانية، وهي أن المغاربة لديهم جمهورية داخل إسبانيا. في الإسبانية في مقالها هذا القراء الإسبان للتأكد إن كان أصله مغربيا من خلال البحث عن اسمهم ضمن لائحة مكونة من 74 اسم عائلي أصله مغربي. الآن ننتقل إلى الجمهورية الثالثة، اللي هي جمهورية تندوف، التي توجد داخل عقر جمهورية الجزائر. كما قلت قبل قليل، جمهورية داخل دولة أو جمهورية داخل جمهورية، والتي يقال والله أعلم أن من يسيرها هو شخص من أصول مغربية، كما سنسمع الآن. في فرنسا محمد عنتر داوود أمس عن استغرابه لفحوى مقال نشرته أسبوعية لو بوين الفرنسية تقدم فيه ولاية تندوف كإقليم خاضع لسيطرة جبهة البوليزاريو، معتبرا ذلك انزلاق خطير يستدعي التصحيح. وفي توضيح موجه لمدير النشر أكد السفير الجزائري أنه كان من الأحرى بقسم تحرير الأسبوعية من باب إعلام قرائها ومن أجل مصداقيتها التحقق من المعلومات المذكورة قبل الخوض. الله أكبر. نعملوا جولة خفيفة في إحدى المناطق اللي هي تندوف، اللي النظام الجزائري يقول لك أنها ليست جمهورية تندوف كما قالت جريدة لو بوين الفرنسية، يقول لك بأنها أراضي تحت السيادة الجزائرية. الله يبارك. نشوفوا السيادة. هنا راكم تشوفوا، هنا بالضبط رانا في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. سبحان الله، وزارة الدفاع. وهنا راكم تشوفوا في لوحة ترقيم صحراوية تاع الجمهورية العربية الصحراوية الموجودة في تندوف. وش راهي دير وزارة الدفاع في تندوف؟ وزارة الدفاع دولة أخرى. كيفاش هذه دولة داخل دولة؟ هاكم قلتوا ما كانش جمهورية تندوف، وقلتوا لنا راكم تكذبوا، راكم تزوروا عملاء المخزن، وجريدة لو بوين هذه لازمها تتحقق من المصادر تاعها. وهادو حتى لهنا انتهى الفيديو ديالي. كنتمنى انني فعلا نكون كنقدم شي محتوى مفيد. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.